بص بقى يا ابني، احنا بنشتري راجل. انت بكام صحيح على كده؟ هتجيب شبكة ب100,000 جنيه، بس احنا هنكتبها في القايمة انها ب1,000,000 جنيه. هنجيب ربع حاجات الشقة، وهنكتبها في القايمة اللي احنا جايبين نص حاجات الشقة. لكن انت بقى لما تمضي هتمضي اللي احنا جايبين كل حاجات الشقة. احنا يا ابني الفلوس دي اخر حاجة نفكر فيها، بس انا بحب اجيب من الاخر. بالنسبة بقى للفرح، انت هتعمله في فندق 5 نجمة او في قاعة على النيل، وهتجيب لنا بقى كده شوية مطربين كده على مقاسهم. يعني هتجيب لنا مثلا احمد شيبة، هتجيب لنا ومعان ليسي وبوسي وعباسط. بص انت لو لقيت السبك فاضي هاتوا ينتج لنا فيلم الفرح تاني. طب وبالنسبة يا عم لشهر العسل هيبقى فين؟ لا ده غالبا في السجن، هنيجي احنا نزورك. طب انا راجل مادي، تعملوا زيي. بلاش تعملوا زيي وسيبوا العيال ايه ينبسطوا كده ويتجوزوا، واهدوا عليهم شوية. يلا باي، لما اروح ازور الواد ده في السجن.